يا صباح الفل، عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الغدا مع بعض، وكمان مش اي غدا. هقول لكم على طريقتي المعتمده في صينيه البطاطس باللحمه، وكمان طريقه سلق اللحمه اللي انا دايما بعتمدها في كل وصفاتي. يلا بينا نقول الطريقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه هجيب معلقه من السمنه البلدي، ودي فعلا بتفرق، وهنزل عليها بقطع اللحمه لحد ما اللحمه ما تتشوح وتديني لون زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل عليها بالبصل والورق اللوري والحبهان والكباب الصيني. هسيب كل حاجة تتشوح واللحمة تديني اللون الذهبي اللي انتوا هتشوفوه ده، كأنها متحمرة بالظبط. وبعد كده هضيف معلقة صغيرة من السكر علشان اللحمة ما تقعدش معايا كتير على النار وتستوي بسرعة، يعني بدل ما هتقعد 3 ساعات هتقعد ساعتين او ساعتين ونص. الهدف من السكر ان هو بيسرع عملية التسوية. بعد كده هضيف المية المغلية وهسيب اللحمة تستوي براحتها. اول ما هتغلي هبدأ ان انا اشيل الريم علشان الشوربة تبقى صافية معايا ولونها كده فاتح. بس الطريقة دي ان انا لما بشوح اللحمة ما بتطلعش يعني ريم كتير، هو بس حاجة بسيطة كده اللي بتطلع. هسيب اللحمة تستوي براحتها، ودلوقتي هنجهز البطاطس. هجيب بقى صينية او طبق او اي حاجة. تمام. هبدأ ان انا اضيف معلقة من السمن البلدي، وهو اللي بيدي طعم للاكل. وبعد كده هنزل بحلقات البصل مقطعاها زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا اشوح البصل. بعد كده هضيف الفلفل، وكمان هضيف حوالي كده معلقة صغيرة من الثوم المفروم. هنا السمنة كانت قليلة فزودت شوية زيت. وطبعا هستمر بقى في التقليب ان انا اشوح كل حاجة. حقيقي طريقة البطاطس دي من احلى الطرق اللي جربتها. عملت طرق كتير بس دي الطريقة الاقرب لقلبي، حرفيا طعمها خطير خطير. هضيف بقى عود من القرفة الخشب بيديها طعم وتست روعة، وهقلب وهدي تشويحة. طبعا البصل ما بيديش لون، هو بس بشوح في السمنة ان البصل والفلفل يتبلوا كده معايا شوية. هضيف معلقة من الصلصة علشان بس تخلي اللون يكون حلو كده. هضيف رشة من الفلفل الاسمر، وكمان معلقة صغيرة كده من الملح، وهديهم تشويحة. وبعد كده هنزل بالبطاطس وهديها تشويحة مع البصل والفلفل والصلصة. وبعد كده هنزل عليها بعصير الطماطم الفريش. هسيب البطاطس شوية كده على النار، وهغطيها بأي حاجة ان هي تدخل في التسوية. بعد كده هحطها في الطاجن تكمل التسوية بتاعتها، وهضيف عليها قطع اللحمة وشوية من الشوربة، وهغطيها بالسلوفان وهدخلها الفرن. واخيرا طلعنا طاجن البطاطس من الفرن، حاجة كده عظمة. حرفيا اللي مجربش الطريقة دي فايته كتير قوي. البطاطس كلها مستوية، مفيش بطاطساية كده لسه نية. الطريقة دي بجد روعة، من احلى الطرق اللي هتجربوها وفعلا هتعتمدوها دايما. هطلع لكم شريحة من البطاطس قد ايه دايبة. وبكده نكون خلصنا. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.